انك يا ام اسماعيل رغيف الحواوشي وصل 50 جنيه. كنت حاسه كده ان انا مش في الدنيا. رغيف يا ولاد يبقى ب50 جنيه ليه يعني؟ قررت كده اعمل الحواوشي في البيت بطريقه سهله وبسيطه، وقررت كده هجيب لكم السر. لو انتي اول مره تشوفيني فانا ايمي، يا ريت كده تنوريني باللايكات والكومنتات اللي زي القمر. هستنى كل حبايبي ومتابعيني اللي يجربوا الوصفه يكتبوا لي في الكومنتات. عايزه اقول لكم قد ايه العجينه طريه وهشه معايا، وكمان اللحمه مستويه حاجه كده اللهم بارك تفتح النفس. تاخدي قطمه وتنزل في القلب مش في المعده، صدقيني لو جربتيه على طريقتي هتدعيلي. يلا بينا كده اقول لكم على المقادير السهله البسيطه اللي هنعملها في 5 دقايق. لو عندك ربع كيلو برضه هينفع، وهتعملي احلى والذ حواوشي للعيله كلها. ضيف 5 معالق من الزيت. ممكن طبعا تستخدمي الزيت في البداية تضيفي على الدقيق، بس انا بحبه استخدم الزيت بعد ما اعجن العجينة واتأكد انها اتعجنت كويس. ابدأ اضيف الزيت واعجنها تاني لمدة 3 دقايق. بعد كده ما هتضيفي الزيت هتحسيها انها مفتلة معاكي وتبدأ تتقطع. ما تخافيش يا ست البنات، انزلي فيها كده بقلب مليان واعجني مظبوطة. لازم تعجني على الاقل 10 دقايق. كلنا كده او في اغلب البيوت مفيش عجان ربنا. هسيبها لحد ما تختمر وندخل بقى في الحشوه بتاعتنا. بعد كده ما احطها في البوله، غطيتها بكيس بلاستيك وهسيبها كده. تعالوا كده نقول الحشوه وناخد التتبيله حلوه قوي. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، ممكن تستخدمي ربع مفيش اي مشكله. معلقه من التوابل الحواوشي، ونص معلقه من الفلفل الاسمر، ومعلقه كبيره من توابل اللحمه، وبصل وفلفل ورشه بسيطه كده من جوز الطيب بتديها ريحه حلوه قوي. لو بتحبي الحاجه سبايسي قرن فلفل حار كده لو انت بتحبيه. لو بالعلم ما بيحبوش زودي كده وخليه يولع كده ويسيب لك البيت ويمشي. معلش بقى، عايزه البصل والفلفل يتعجنوا كويس قوي مع اللحمه. هسيبها كده وابدا اكورها كده على قد العجينه. بصوا بقى، تعالوا نتفق اتفاق. لو انت عايزه اللحمه كتير، بما انك عندك لحمه يعني وداخلين على عيد الاضحى كل سنه وانتم طيبين، هتعمل لحمه. وطبعا عايزه تضحكي على العيال وتحطوا فول صويا بطاطس، مفيش اي مشكله. بس انا بعد صدمتي بالاسعار قررت كده اعمل لهم حواوشي صافي. هبدأ كده اكور زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اسيب اللحمة كده لحد ما ترتاح معايا 5 دقايق وتكون اتبهرت كويس من البهارات بتاعتها. كانت معايا العجينة اختمرت. هبدأ كده اطلع كل التخمير اللي فيها وابدأ اشكلها. وزي ما قلنا هنخلي العجينة تبقى اكبر من اللحمة علشان لسه هنفردها ونبططها زي ما انتوا شايفين. واهم حاجه طبعا بعد ما تعمليها لازم كده تسيبيها ترتاح لمده دقيقتين علشان ما تحسيش ان العجينه بتشد معاكي. هحط كده رشه حلوه كده من الزيت على الرخامه، وابدا لا اله الا الله محمد رسول الله اقطع زي ما انتم شايفين. العجينه اكبر من اللحمه بكتير علشان لسه هنفرقكم على حاجه. علشان في كذا حد من المتابعين كتب لي بيقولوا لي لا اله الا الله محمد رسول الله، ليه الرخامه بتاعتك فيها سنه كسر؟ انا ما اعرفش، فجاه كده ولقيتها اتشرخت معايا شرخ بسيط. والله العظيم انا ما اعرف السبب، بس لقيت حد كذا حد يبقى شكله عامل ازاي. دهنه بسيطه من الزيت، وهبدا كده ابطط العجينه وامسك الكوره كده واحطها في النص، وابدا كده اقفل زي ما انتم شايفين. لازم تقفلي كويس جدا علشان العجينه ما تفكش منك واللحمه تخرج او شكلها ما يبقاش
لطيف يعني، ويبقى متقطع معانا. وما تزوديش زيت عشان الزيت هيخليها تفك. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه، ببطط العجينه، باخد كور اللحمه احطها في العجينه وابدا اقفلها كويس جدا. اللهم بارك، حاجه كده في 5 دقايق على السريع. بعد ما هعمل كده مش هسيب العجينه ترتاح معايا ولا حاجه. اول واحده عملتها هي اول واحده هشتغل فيها، لحد ما تبدأي باول واحده هتلاقي باقي العجينه بدأت ترتاح معاكي وتتفرد معاكي بكل سهوله. وطبعا مسخنين الفرن، مهم جدا نسخن الفرن علشان الحواوشي او اي معجنات بتاعتنا لازم تدخل على فرن سخن قوي علشان تبدأ تقب معاكي وتبدأ تستوي وما تاخدش معانا. بتحب الفرن السخنه. بعد كده ما ارتاحت معايا العجينه هبدا ابططها بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا انا عامله رغيف الحوش كبير، ممكن تصغري مفيش اي مشكله. هبدا كده احطه في الصاج، وطبعا دهن ايدي كويس جدا من الزيت علشان احنا هنسوي في الفرن. ودهن الصاج معايا كمان زيت. هدخل كده هتاخد معايا بالظبط 17 دقيقه، هتبقى جاهزه معايا. اول ما تحمر من تحت هقلبها طبعا على الناحيه التانية لحد ما تستوي معايا. شايفين؟ اللهم بارك، حاجه تفتح النفس. اخد معايا في التسويه